الجيش. احنا ساهمنا في تبويظ الجيش. احنا كشعب، الشعب ده اعلام، الشعب ده حركة اسلامية، الشعب ده قوى سياسية، الشعب ده احزاب، الشعب ده ناس عادية ماشية في الشارع ملهاش انتماءات معينة، لكن كله غالب عليه هذا التوجه، التطبيل للجيش. لان بعد مرحلة الشباب الشهرين ثلاثة اللي كنا تايهين فيهم مش عارفين ايه القصة، استلم الامور بقى وتمكن الجيش، فبدأ التطبيل يكون للجيش. الجيش كان ماشي كويس هنفسده بهذا التطبيل. الجيش محتاج الامثال دلوقتي اكتر من اي حد، لانه حتى ما عملش اللي عملوه اهل بدر من الثبات في ارض المعركة، ما عملش هذا الموضوع، فهو أقدر أن يوجه إليه هذا الخطاب الذي يكسر هذه النفس التي تتعالى مع مرور الوقت نتيجة التطبيل من الناس. بنفسد عليهم النيات ونفسد عليهم الأخلاق ونفسد عليهم التصرفات، وكل يوم هتلاقي تعاظم أكتر في التعالي والطموحات والآمال نتيجة الخطاب بتاعنا ملخبط ما فيهوش النور بتاع القرآن الكريم. فايه اللي حصل لما بدأنا نطبل؟ انا كنت جايب معايا الاهرام في ال7 ايام اللي فاتوا، بس قلت مفيش داعي اضيع وقتكم، والله اقروا العناوين، شيل كلمة المشير وحط كلمة حسني مبارك ما تجد اي فرق. وكنا بنشيل كلمة المشير قبل ما يحطوه نحط كلمة الشباب، هتلاقي نفس الكلام برضه اللي كان بيتقال، الشباب والحكمة اللي كانت عند حسني مبارك كلها انتقلت للشباب، وبعد ما الشباب راحوا عن الصورة انتقلت كلها للمشير المجلس العسكري. تطبيل بتفسد الناس. الفت النظر إلى الأخطاء في ذلك الوقت، الفت النظر إلى أن ربنا سترها معانا سبحانه وتعالى. نسي بقى في ظل هذه الظروف الجيش هذه القضايا كلها للأسف الشديد، وإحنا ساهمنا في هذا النسيان. نسي إن هو كان جزء من المنظومة اللي احنا عملنا عليها ثورة، هو مش قايم معانا بالثورة، مؤكد ده مش محدش يقدر يقول كده ابدا ان الجيش شارك في الثورة او ان الجيش عمل انقلاب على حسني مبارك، ما حصلش الكلام ده. الجيش 30 سنة جزء من المنظومة التي قامت عليها الثورة، صح ولا لا؟ ومحدش يقدر يقول ابدا ولا عاقل يقدر يقول ابدا ان الفساد الفظيع الذي كان في البلد في كل مؤسساتها اصابها جميعا الا مؤسسة الجيش. مين يقدر يقول الكلام ده يا اخوانا؟ ده كلام احمق ما يقول. احنا فاهمين وكل الناس فاهمه ان الفساد طال الناس كلها، من اكبر راس في الدوله لاصغر واحد في المؤسسه ديت كلها، الناس كلها عانت منه، الجيش والشرطه والاقتصاد والتموين والزراعه والصناعه كله عانى، ما عارفين الكلام ده كويس. ليه بقى بنتكلم وليه عمال تنفخ لدرجه في الاخر اصبح يتكلم باسم الثوره، يعني كأنه هو اللي قام بالثورة ومن حقه أن يجني الثمار لهذه الثورة. لغة الخطاب بتاعتنا كان لازم تكون مختلفة مع كامل الاحترام والتوقير والتقدير وكل ده، ما بنقولش نبقى قلات الأدب أبدا، لكن نلفت النظر إلى أن اللي فعل هو الله عز وجل، وإن ربنا سترها معنا الحمد لله، وإن كل واحد يعرف قدره ويعرف دوره ويعرف قيمته ويعرف كذا. لما استمرنا في التطبيل زاد الموضوع أكتر، وبدأنا نسمع عن إن يا ترى المجلس العسكري هيرشح مرشح للرئاسة ولا لا. يا حلاوة، بدأنا اهو نشير لا دي شائعات، ده جس نبض هيحصل ايه؟ طب ما هو مصري برضو زي ما انتم مصريين، ما هو مصر ما يترشح، هو مصر. طب هو في المجلس، طب يستقيل ويترشح، طب يلبس بدله مدنيه، ايه رايكم؟ طب نقعد طرق ممكن نعملها. ليه اللي حصل؟ لاننا سيبنا الموضوع وقعدنا ننفخ فحصلت المشكله، والحل خطاب غزوه بدر عشان الناس كلها ترجع للاصول بتاعتها، ما تنساش نفسها. وبدات التمادي بقى، خلي الموضوع في نوفمبر، بعد ما كنا في الاول في اغسطس ورجعنا سبتمبر وبعد كده نوفمبر، وبعد كده نخلي الرئاسه بعد الدستور كمان،
يعني ممكن على فبراير 2013 ده لو الامور مشيت مظبوط. اما بقى لو حصل لا قدر الله، يعني لا قدر الله فتنه طائفيه، لا قدر الله في بلطجيه قطعوا الطريق، لا قدر الله حد هجم على اسم شرطه، لا قدر الله يعني ما يكونش حد مات ولا اغتيل من الوزراء ولا حاجه، الله اعلم هنشوف ايه بكره. لا معلش مش هنقدر بقى، ممكن نمد شويه قانون الطوارئ، والله مش كتير، هم كام شهر بس قانون الطوارئ، نمد شويه. طب لا لسه ملخبطه، طب نمده كمان كام سنه، طب ايه رايكم كام عقد كام قرن؟ والله اصل الكرسي ده مش ممكن اقدر اسيبه، جميل جدا جدا، وانا ما كنتش اعرف قبل ما يطبلوا لي ان هو حلو كده. دي ازمه وقعنا فيها كلنا، حتى وقع فيها من القوى السياسيه من نثق تماما في امانته، ومن نثق تماما في دينه، لكن ما اطلعش على طريقة القرآن الكريم في التعامل مع مثل هذه الظروف. محتاجين نرجع تاني نقرأ القرآن الكريم ونسقطه على حياتنا، ونشوف يا ترى ربنا سبحانه وتعالى كان عايز مننا ايه في مثل هذه الظروف. كان عايز اننا نقول للجيش معلش ربنا يسامحك على ما تم، واحنا ما عندناش مانع ما نفتحش اي ملفات سابقه، بس اعمل دورك. ما هو دور الجيش الان؟ دورين رئيسيين. الدور الاول تامين البلد داخليا وخارجيا، لان الشرطه كمان وقعت وراحت فيها، غرقت، لان طبعا ده ملف تاني محتاج محاضره تانيه. فهو دور الجيش تأمين البلد، والدور الثاني العبور بهم إلى الاستقرار، العبور في المرحلة الانتقالية، والانتقالية دي لازم تبقى سريعة لأن البلد ملخبطة، فلازم تبقى سريعة. أما تقعد تعطلني شهر واثنين وثلاثة وكل شوية عمالين نقول للناس بلاش حاجات فئوية، بلاش مظاهرات فئوية، بلاش اعتصامات فئوية، طب لحد إمتى؟ ما الناس أجورها ضعيفة وظروفها المالية صعبة، والبلد ما عادش الشغل فيها متيسر، والبطالة كترت أنا عمال أصبره كحركة إسلامية، القوى السياسية مخلصة ككذا كذا، أقول له استنى بس لحد الانتخابات، العملية كلها شهر، العملية كلها شهرين، وعمال يبعد معايا. طب مش هيصبروا. يبقى فساد الخطاب بتاعنا أفسد الجيش، ولما فسد الجيش طمع إنه يكمل، ولما طمع إنه يكمل بدأ يبعد لحظة الاستقرار ويطول المرحلة الانتقالية، وكل ده في الآخر جر علينا مشاكل. من هذه المشاكل ما ترونه في الشوارع، لأن الجيش بتاعنا على مدار 30 سنة غير مؤهل لقيادة الدولة، هو مؤهل لأداء دوره يحمي الحدود والثكنات العسكرية، وربنا يبارك فيهم ويأدوا دورهم على أفضل ما يكون. يعني هم بيعملوا الدور ده، وفي أدوار تانية كتيرة جدا منها قيادة الدولة محتاجة ناس تانية. لما أنا أجي أتعامل مع 10,000 واحد خارجين عاملين مظاهرة بيحرقوا كذا ولا بيكسروا كذا ولا بيعملوا كذا، في آليات الجيش مش عارفها، يعرفها قوى مكافحة الشغب اللي ماشية بالقانون السليم، مش القانون اللي على الهوى. هيجي مين بقى ده اللي يعمل القانون السليم ده؟ هيجي واحد احنا مختارينه وعارفين ان هو نظيف. الحكومة اللي عندنا حكومة في غاية الهشاشة، ضعيفة للغاية، لا وزن لها حقيقة، مأساة للأسف، كانوا بنعلق عليها آمال كبيرة، للأسف الشديد ضعيفة غاية الضعف. فمحتاجين ننتخب حكومة احنا ننتخبها ونرضى عنها ونبقى مبسوطين منها، وناس تاريخهم نظيف وأبيض، هو ده بقى اللي يعرف يصلح لي المستقبل اللي جاي ده. الزراعة يصلحها، والصناعة يصلحها، والأمن يصلحها، والشرطة والجيش والسفارات والوزارات، وكل ده يتصلح. اما انا عمال احمل الجيش حل يا جيش مشكله الاعتصامات، مش عارف يحلها بالطريقه الطبيعيه بتاعت حلال، مش متخصص في هذا المجال. طب حل لي المشكله الاقتصاديه، طب حل لي مشكله السودان، طب حل لي مشكله رفح وغزه، طب ملفات محتاجه ناس متخصصه في كل حاجه، وهو عمال بيعمل دور غير دوره ومش عايز يسيبه. طب ليه بطل بقى ايه موضوع النفخ اللي احنا عمالين ننفخ بيه ده، عشان نرجع تاني للحقيقة بتاعتنا. اخر ما اقوله في هذه المحاضرة او هذه الكلمة، وان شاء الله لنا كلمات تانية في بعض العناوين في غاية الاهمية في هذا الموضوع، اتسحبنا ليه معلش بس ده واجب الوقت، واجب المرحلة الصعبة اللي بنعدي فيها. اقول نحن لا نقدس الاشخاص،
عشان بيقولوا لنا دايما كلمه كده حفظناها لدرجه اننا بنقولها دلوقتي عادي، مش واخدين بالنا من حدودها. حكايه ان الجيش خط احمر اسمعها كتير قوي، صح كده؟ يعني ايه خط احمر؟ يعني يخالف القانون يبقى خط احمر؟ يعني يتعدى على الشعب ويبقى خط احمر مثلا لو حصل؟ يعني يسلب الشعب حق من حقوقه يبقى خط احمر؟ خط احمر مطلق هكذا؟ طب هو الجيش مين والشعب مين؟ ما هو الجيش جزء من الشعب ولا الشعب جزء من الجيش؟ طب مين اللي يضحي عشان التاني؟ يضحي الجيش من اجل حمايه الشعب ولا يضحي الشعب من اجل ان يبقى الجيش جيشا؟ من اجل ان يبقى المجلس العسكري في مكانه؟ هل يضحي الشعب من اجل ذلك الامر؟ عايزين نرجع الامور للمنظومه الطبيعيه بتاعتها. المنظومه الطبيعيه بتاعتها ان احنا كلنا في خدمه هذا البلد. الجيش بيعمل دور، والاطباء بيعملوا دور، والمهندسين دور، والتجار دور، والزراع دور. كلنا في الاخر بنخدم، مفيش حد ليه فضل ومنه على حد. كل واحد بيعمل دوره. اما الذي يقدس فهو القانون علي وعليك، على الناس كلها. وفي شرعنا نحن المسلمين القانون والقرآن والسنة. فالذي يقدس عندنا القرآن والسنة علي وعليك، علي وعليك. انا غلطت ما تقوليش بقى خط احمر. مفيش خط احمر عند الغلطان. في قانون بيحاسب الكبير والصغير، حاسب الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الوزير والغفير، كله بيتحاسب بهذا القانون. وعندنا في شرعنا في الاسلام القانون ده القرآن والسنة بيحاسب الناس كلها. والله لو انت مين ما تقوليش خط احمر دي ابدا. خط احمر على عيني وراسي لما تكون محترم للقانون وماشي على رغبة هذا الشعب الغلبان اللي مسلمك الثقة بتاعته. وفي الإسلام طبعا بدون مخالفة شرعية. وخدوا هذه الكلمات النورانية لرجل يرى بنور الله عز وجل، الصديق رضي الله عنه وارضاه. مين اعلى منه عندنا في الامه الاسلاميه لو خرجنا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من المقارنه؟ مفيش خط احمر عندنا اعلى من الصديق رضي الله عنه وارضاه لو خرجنا الانبياء. مفيش خط احمر اعلى من كده عندنا. ده اعلى واحد عندنا، قمه القمه. كلنا 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 بما فينا عمر بن الخطاب وعثمان وعلي واللي وراهم اقل منه على بعض. مش لو تقارن هو بواحد ولا اتنين بينا كلنا هو اتقل. وده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقف يخطب في الناس الصديق ويقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. أروع كلام ممكن يتقال. قال الكلام ده يوم ما استلم الحكم. اوعوا تكونوا هتتغروا بمكانتي، واننا ثاني اثنين، واننا اول الرجال اسلاما، واننا اقرب الرجال الى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، واننا وانني من اهل الجنه نصا من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده ما يغركمش. المقدس عندنا هو الكتاب والسنه، ما نخالفهم ابدا. لو خالفتهم انسوا ان انا الصديق، انسوا تماما. قوموني، لا طاعة لكم عندي. في موقف في نفس الخطبة يقول: فإن استقمت، شوف الكلام، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت يمين شمال، بدأت ألعب بديلي، وإن زغت فقوموني. هو ده المقدس عندنا، القرآن والسنة، دستور الحاكم الأمة الإسلامية على الناس كلها. فيا ريت هذه المعاني نستوعبها، وهي رسالة أتمنى أن تصل إلى كل قائد في الجيش، وإلى كل جندي في الجيش، وإلى كل مصري يعيش على أرض هذه البلد يريد لها الخير. النور في كتاب الله عز وجل. اوعى نفسك تكبر مهما كنت رئيس، كنت وزير، كنت كبير، كنت غني. اوعى نفسك تكبر على الله. هو الذي أعطى، وهو الذي نصر، وهو الذي رفع الظلم عنا، وهو الذي مكننا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي سنعود إليه يوم القيامة يحاسبنا بقانونه هو، بالقرآن والسنة.
محتاجين خطاب زي ده للشرطة، محتاجين خطاب للقوى السياسية، نعرف الخطاب القرآني للقوى السياسية كيف يكون. محتاجين خطاب للقادة والوزراء والحكام، محتاجين خطاب للبلطجية، ليهم خطاب في القرآن الكريم، طريقة معينة في التعامل. محتاجين خطاب للحركة الإسلامية، محتاجين نفهم الخطاب القرآني لكل طائفة من البشر.